هنعمل النهاردة فتة باللحمة الموزة وقطعية الموزة. حاجة جميلة. القطعية بتاعتها بتبقى بالشكل ده، ومعايا فلفل وجزر وبصل والورق لورا وحبهان وروزميري او زعتر عشان يدوا نفس حلو قوي للشوربة. في حلة على النار هبدأ اشوح اللحمة واديها صدمة. تكون الحلة سخنة بنزل باللحمة بالشكل ده، وابدأ انزل بالجزر والبصل والزعتر والورق اللورا والحبهان وشوية فلفل اسمر حب او بودرة، وابدأ اديهم صدمة وتقليبة كده حلوة. اقلبها كده على الناحية التانية وكده خلاص. هبدأ انزل بالمية السخنة عشان تستلق، ولما تستوي هبدأ اضيف لها الملح. اي ريم او اي حاجة تظهر على الوش بستغنى عنها وبشيلها اثناء الغليان، وببدأ اهدي عليها النار شوية وسط، على نار وسط لغاية ما تستوي. هنا جبت عيش وهبدأ احمصه للفتة. احط عليه معلقة سمنة بلدي كده حلو، واروح احطه في الفرن يتحمص. الفتة بحتاج معلقتين صلصة وفلفل وتوم وخل وكمون وعصير طماطم. في حلة على النار هبدأ اضيف الزيت وانزل بالثوم احمره، اقلب فيه عشان ما يتحرقش. ومجرد ما يتحمر هنزل عليه بمعلقتين الصلصة الجاهزة، وبعدين عصير الطماطم والخل وملح وفلفل وكمون، وهسيبها لغاية ما تتسبك خالص يبقى معايا بالمنظر ده. هنا اللحمة استوت معايا وهبدأ اضيف لها الملح. الملح بنضيفه اخر حاجة بعد ما تستوي اللحمة. جهزت معايا اللحمة وهطفي عليها. جاهز للرز الفتة. في حلة فيها زيت هبدأ احط فيها معلقة سمنة بلدي كده حلو عشان تدي نفس حلو للرز، وهبدأ اشوح الرز كده واديله تقليبة واشمعه، وبعد كده اديله الملح مية او شوربة وزيادة عن الرز عقل الصباع، وهسيبه لغاية ما يتشرب المية بتاعته او السوائل بتاعته، وبعد كده ابدأ اهدي عليه النار. وهنا هو تستوى معايا بقى المنظر ده وطالع مفلفل. اعمل طشة تومة للعيش، دي بس بيها العيش. بنزل بزيت وعليه التوم مفروم واقلبه لغاية ما يتحمر، وبدي نص معلقة فلفل اسمر. وما يتحمر معايا هبدأ اخد معلقتين كده من التوم المتحمر للوش بتاع الفتة. التوم اللي متبقي في الطاسة هنزل عليه بكبشتين كده شوربة وشوية خل، هو ده اللي هسقي بيه العيش بتاعنا بعد ما اتحمص وبقى معانا بالشكل ده. مجرد ما تغلي معانا الشوربة اللي فيها خل وتوم هبدأ اسقي بيها العيش في طاسة على النار، حاطة فيها زيت. هبدأ احمر فيها اللحمة. اضيف هنا للزيت ورقتين لورا وشوية ملح وكمان روزميري او زعتر، ده بس تطعيمة كده وانا بحمر للحمة. لو مش موجودين عادي ما نحطهمش. هبدأ بقى احمر اللحمة وانزل بيها كده تتحمر تاخد تحميرة حلوة. نخلي بالنا عشان الزيت. وهقلب كده اللحمة بتاعتنا على الوش التاني. وكده خلصت معانا. هبدأ ارش عليها فلفل اسمر رشة بسيطة كده. صينية الفتة معايا الصينية اللي بالشكل ده، وكمان الرز طالع معانا مفلفل وحلو اهو. هبدأ احط طبقة رز. انا قلت اعملها في القالب ده تغيير ويبقى الشكل حلو. هبدأ احط طبقة رز حلوة كده واضغط عليها عشان تاخد شكل القالب. وبعدين هبدأ احط طبقة العيش اللي ساقيناه بخلطة الشوربة والخل والثوم. هبدأ افرده كده على الرز، وبعد كده هضيف له معلقتين صلصة من بتاعة الفتة بالشكل ده. وكده الفتة معايا جهزت. هبدأ اقلبها في صينية
اللي هقدم فيها. بقت معايا بالمنظر الجميل ده، تحفة. هبدأ اضيف صلصة كده على الوش، وبعد كده هبدأ ارص اللحمة. رص اللحمة اللي انا حمرتها على الوش بالشكل ده، وده هيبقى الشكل النهائي بتاعها. الثوم اللي متحمرين هبدأ ارش كده رش على وش الفتة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، صحة وهنا على قلوبكم.